خليك معايا. صورتيها؟ يلا عيش معايا. صورتي تعملي ايه؟ بتوصل ايدي حاسه ده كله طالع. السلام عليكم، ازيكم يا كل اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم فيديو جامد جدا. الفيديو ده يا بنات انا صورت يوم الوقفه، عملت لكم فيه الكرشه والفشه والممبار وكمان الطحال، وكل ده عامله لكم بالطريقه السعوديه، وكمان ما نسيناش الكوارع برضو عاملاها لكم. يلا كلكم تعالوا معايا شوفوا طريقه التنظيف وطريقه الطهي بتاع الصعايده. واول حاجه زي ما انتم شايفين جبت الكرشه كده وحطيتها، ولازم نغسلها كويس قوي ونطلع الدهون اللي بتكون فيها. شايفين كده زي منا ما بتعمل قدامكم؟ شايفين يا بنات؟ بنطلع كل الدهون اللي بتكون في الكرشه. تمام كده اهو بالشكل ده. كل البنات اللي هم لسه سنه اولى مطبخ تعالوا الفيديو ده هيفيدكم كتير. يلا كلكم اجمعوا عند منا وشوفوا طريقه التنظيف بتاعه الكرشه والفشه والممبار والكوارع والطحال كمان. وما تنسيوش تحطوا اللايك، ولو انت لسه جديده يا ريت تدوسي على زر الاشتراك، هيكون شرف كبير ليا. نضفت الكبسه وخلصتها، طبعا حطيت حله فيها ميه على النار، ودلوقتي بغسل الفشه يا بنات. شايفين كده؟ حطيت بقى الفشه بتاعتي بعد ما غسلتها كويس قوي في الحله اللي انا حطاها على النار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنسلقها، هنديها غليه واحده بس مش اكتر من كده، يعني غلوه واحده وهنشيلها على طول من الحله. تمام كده يا بنات؟ اهو زي ما انتم شايفين. يلا بقى بينا نغسل ايه؟ نغسل الطحال. معلش الدنيا كانت ضلمه عندي يعني، الفلاشه اللي في الفون قفلت، فالدنيا ضلمه بقى، وكنت مستعجله عايزه اخلص بقى. يعني يوم الوقفه كنا صايمين، وكمان كان عندنا عزومه، فكنت لازم اخلص، ما استنيتش لما نشحن التليفون علشان نصور. فقلت لمنى صوري على كده، وان شاء الله متابعين هيعجبوا بالفيديو، هيعجبهم وهيحطوا اللايك لمنى، وكمان هيشاهدوا المشاهده الكامله. بصوا زي ما انتم شايفين الطحال يا بنات بنمسكه كده بيكون عليه القشره اللي انتم شايفينها دي، الجلده اللي انتم شايفينها دي، هسحبها كلها من الاول للاخر واشدها على الناحيتين، وبعدين هجيب حله احطها على النار. تمام، وهحط فيها بصلايه ورق لوري، وطبعا هنغسله الاول كويس قوي بعد ما نشيل الجلده اللي بتكون فيه، وهنحطه عشان خاطر ايه؟ زي ما هو كده من غير ما اقطعه، هسيبه يستوي في الحله اللي انتم شايفينها دي. تمام. جينا بقى للكرشه تاني، بعد ما شلت منها الدهون وغسلتها كويس قوي، كنت سلقت الفشه وشلتها من على النار يا بنات. دلوقتي بنزل بالكرشه بتاعتي بعد منها كده اهو. حطيتها في نفس الميه. تمام، في نفس الميه بحطها، بس بنزلها وبشيلها على طول، يعني ما بخليهاش تستنى يعني 5 ثواني يا دوب، بس بنزلها وارفعها معايا على طول. وزي ما انتم شايفين الطريقه دي، يعني انا ما حطيتش اي اضافات للميه يا بنات. زي ما انتم شايفين هقول لك على السر ان انت لازم لما تيجي تشتري الكرشه تكون صبحه، ما تكونش مركونه عند الجزار، هتنضف معاكي بكل سهوله. لا تحطي اي مكونات ولا اي شيء، لا، هتنضف معاكي بايدك كمان مش بالسكينه. يبقى السر ان احنا نكون يا بنات الكرشه بتاعتنا تكون صبحه عند الجزار. تمام كده؟ خلاص كده زي ما وريتكم نطفت وبقت معايا اللوز ما شاء الله. دلوقتي بقى هاخد ايه؟ نص كمية اللي هي الكرشة والفشة، وهعملهم ايه؟ هسلقهم. تمام كده؟ خدت يعني قطعة من الفشة وقطعة من الكرشة، وهحطهم في الحلة دي هنسلقهم، هنعمل بهم طبق جميل كده مع بعضنا. خليكم معايا، الفيديو بتاعي جميل جدا يعني، والفيديو بيواصل بعضه وكده، فخليكم يعني معايا عشان تشوفوا كل الحلقات بتاعته. نزلت ببصلايه ونزلت بورق لوري وهغطي عليهم. تمام كده، وكمان هننزل بنواة البلح دي بتسوي لي الحاجه بتاعتي بسرعه. وزي ما انتم شايفين يلا بينا بقى نغسل المنبار. زي ما انتم شايفين المنبار بتاعنا ما شاء الله عليه، منا غسلته غسله نظيفه كويس قوي، كمان قلبته من ورا الكاميرا عشان ما اضيعلكوش وقتكم يا بنات. تمام كده، طبعا كلنا بنعرف نقلب المنبار، وكمان عندي فيديو عن تنظيف المنبار هحطه لك في صندوق الوصف. غسلته كويس قوي لما بقى معايا جميل ونضيف جدا. وبعدين ركنته كده على جنب، وبوريكي الطحال زي ما انتم شايفين كده عايش حياته على النار ما شاء الله عليه.
هسيبه لغاية لما يستوي. هنا بقى هسوي معاكي الكوارع. جبت الحلة دي وجبت بصلتين كبار يا بنات اهو زي ما انتم شايفين بحجم نص كيلو. خرطتهم يعني خرطة لا هي كبيرة ولا صغيرة، وبقلب بقى كده. نزلت بالمادة الدهنية بتاعتي، والمادة الدهنية اللي تفضليها اللي انت بتستخدميها في بيتك هي اللي تشتغلي بيها. وهنفضل نقلب كده لغاية لما البصل بتاعي يبقى لوز اللوز وياخد معايا اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. هنعمل ايه تاني؟ هجيب الكوارع وهنزل بيها على البصلاية على طول مباشرة. هجيب كوباية من المية وهنزل بيها. هنزود المية بتاعتنا تمام كده، يعني هنحط مية لما نيجي نحط الكوارع تكون ايه متغطية معايا. بعد ما انزل بالمية بتاعتي هجيب الكوارع وانزل بيها، والكوارع طبعا نظيفة ومغسولة وزي الفل اهي قدامكم يا بنات. متنسوش بقى حطوا اللايك لمؤمنة بالله عليكم. زي ما انتم شايفين كل سنة وانتم طيبين، في العيد متهنيين يا ربي، ويبقى اولادكم فرحانين ومسرورين. تمام كده حطيت كده المية تمام، هو المقدار ده المناسب. وهنزل بالكوارع بتاعتي زي ما انتم شايفين، بس لما المية تغلي معايا شوية هنزل بالكوارع. تمام كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين. المية هنا كانت غلت معايا وجبت الكوارع ونزلت بيها بالشكل ده. طبعا هنزل بفلفل اسمر ومش هحط الملح دلوقتي، هستبعد الملح يا بنات. في اخر ربع ساعة في السوا هننزل بالملح بتاعنا، ده فلفل اسمر. تمام كده ان شاء الله. ودي بقى توابل انا خلطها كميه توابل مع بعضيها، 7 بهارات على كزبره على كمون، يعني كده خلطه من التوابل وحطها مع بعضيها. وهنغطي على الكوارع وهنسيبها تعيش حياتها زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله اجمل كوارع هتاكلوها النهارده من ايدين ام منى. هنا بوريك الطحال بتاعي. بقلب واعدل فيه كده وهسيبه يكمل السوا بتاعه، وبعدين هوريهولك لما يستوي. وهنا كانت الفشه بتاعتي بتتسلق. تعالوا بقى خلينا نعمل الأكلة الجميلة بتاعتنا اللي هي خلطة من الكرشة على الفشة، كمان هنسوي معاهم الممبار. وما شاء الله دي بقى الدهون اللي أنا طلعتها من الفشة زي ما انتم شايفينها كده، حطيتها على النار. وهنعمل منها اجمل تقليه هتشوفوها دلوقتي معايا علشان نسوي بيها الاكله الجميله بتاعتنا. هنا بقى زي ما قلت لكم كمان نص كيلو اهو من البصل قطعته، نزلت بيه على الدهون بتاعتي بعد ما اتسلت معايا وطلعت لي حاجه كده زي السمنه جميله. نزلت بالبصلايه بتاعتي، ما ينفعش انزل بالبصلايه من الاول يا بنات مع الدهون، لا استنى لما الدهون تتسلي معايا وتبقى سمنه وبعدين ننزل بالبصلايه بتاعتنا. تمام كده وهنقلب. وهنا بقى كان الطحال بتاعي استوى وانا وريتهولك اهو. تغرزي بقى المعلقه فيه كده، لو نزلت يبقى استوى معاكي تطلعيه على طول. تمام كده. نزلت بقى بعصير الطماطم لما البصلايه دوب صفرت معايا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وهنزل بالبهارات بتاعتي فلفل اسمر، ورق لوري، ورق لوري، وهنزل بخلطة البهارات اللي قلت لكم عليها. تمام كده. وبنزل كمان بكرشه وفشه يا بنات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ما شاء الله الاكله دي بطريقه الصعيده، جربوها تاكلوا صوابعكم وراها، طعمها جميل جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد بقى ما احط لها البهارات بتاعتها هغطي عليها وهسيبها تعيش حياتها. والريحه بقى كانت موديه لاخر الدنيا. ما شاء الله على الجمال وعلى الطعم. انا بقى بشوف الطبق التاني اللي انا هعمله من الكرشه والفشه. لما تستوي معايا هطفي عليها واوريها لكم. ما شاء الله بقلب بقى كده من وقت للتاني، غطيت عليها وبسيبها. وعينيا على كل حاجه بعملها على البوتاجاز يا بنات زي ما انتم شايفين. كنت بشوف بقى الفشه بتاعتي والكرشه استوت ولا لسه، لقيتها لسه عايزه شويه حطيت عليها وسبتها تاني. انا بقى عملت ايه؟ خدت حبه تقليه من التقليه اللي انا عملتها للاكله الجميله دي عشان خاطر احشي بيهم الممبار. تمام. ومعايا خضره مخرطاها ومقطعاها، بقدونس وكزبره. هنا بقى الكوارع بتاعتنا ما شاء الله ويا سيدي عايشه حياتها، والريحه بتاعتها موديه لاخر الدنيا. شايفين الجمال وشايفين حلاوه الاكل يا بنات. كل سنه وانتم طيبين. ما شاء الله. هنا كان معايا كيلو من الرز اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله زي ما انتم شايفين قلبته كده. وبعدين هنزل بالخضره اهي كزبره وكمون، كزبره وبقدونس. وهقلب الرز بتاعي مع الخضره ما شاء الله زي ما انتم شايفين.
بعد ما قلبت الرز بتاعي يا بنات هنقعد وهنحشي الممبار بتاعنا، وما شاء الله الممبار بيتحشي معايا بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان طعمه طلع معايا خطير جدا، طعم جدا يا بنات. جربوا الممبار بنفس الطريقه بتاعتي، وما تنسونوش في دعوه حلوه منكم وتحطوا اللايك بالله عليكم. شيروا الفيديو لو كان في امكانكم. شايفين كده؟ وهنا بقى الممبار ما نعبهوش رز يا بنات، زي ما انتم شايفين هو ده الحجم المناسب بتاعه. ما ينفعش نحشي الممبار ونعبيه قوي رز، ان هو لسه يعني الرز ده هيستوي وهيزيد معايا، وهتلاقي الممبار بتاعنا اتملى واتعبى لما الرز بتاعنا ده يستوي. تمام كده. لكن لو شحنتي وعبيتيه قوي هيطرشق منك ومش هيبقى معاكي ممبار ولا هيبقى شكله جميل. خلاص كده زي ما انتم شايفين بالظبط كده، ما شاء الله. هنحشي كل الكمية بتاعتنا وهنشوف هنسويها ازاي. ليكي اختيارين هنا، ممكن تحطي الممبار بتاعك في حلة وتسويه، ممكن تنزلي بيه في نفس الحلة اللي انتي بتسوي بيها اللي فيها الكرشة والفشة. بس عايزه اقول لك لو سويتيه زي ام منى كده هتاكلي صوابعك وراه. ليه؟ هيشرب بقى من بعضيه كده وهيكون معاكي طعمه جميل وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين. خليكي معايا. خلاص كده كنت هنا خلصت كل كميه الممبار بتاعي، وهنشوف بقى الحاجات بتاعتنا الجميله دي، الحلويات اللذيذه الجميله اللي احنا بنعملها يا بنات. هي لسه ما استوتش. هنزل بقى بالممبار بتاعي عليها، وما شاء الله زي ما قلت لكم هيتشرب بقى كده من بعضيه، والطعم يا بنات وهم حكايه مفيش بعد كده. خليكم معايا، شكل الاكل يفتح النفس والريحه موديه لاخر الدنيا. كمان كنت عامله محشي يعني شطه كده من وراكم من ورا الكاميرا اهو زي ما انتم شايفينه، برضه هيقدموا معايا. هنا بقى الطحال بتاعي كنت قطعته كده مكعبات صغيره، جبت معلقه من السمنه او الزبده زي ما انت عايزه وحطيته في الصينيه اللي انتم شايفينها دي. كمان نزلت عليه بصويا صوص، ونزلت عليه بخل التفاح، وكمان معلقه صغيره من الثوم. وهننزل البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر والسبع بهارات، ويعني البهارات اللي قلت لكم عليها ان انا مسجلاها خالص. تمام كده. وما شاء الله طلع معايا جميل جدا جدا. هنا بقى الكرشه والفشه اللي احنا كنا بنسويها، بعد ما استووا معايا سبتهم يبردوا، وبعدين قطعتهم مكعبات صغيره، قطع صغيره كده، وبعملهم فيهم زي ما عملت في الطحال يا بنات. هو احط لهم خل تفاح وصويا صوص ونفس البهارات، وما شاء الله ما شاء الله على الطعم وعلى الريحه. وزي ما انتم شايفين الاكل بتاعنا يفتح النفس. حط لايك لمنى، جربي الاكله الجميله السعوديه دي بنفس الطريقه بتاعت منى، واجمل حلويات عملتها لك النهارده حلويات المذبح. وكمان ما تنسوش الممبار بتاعنا والاكله السعوديه الجميله اللي انا عملتها. بعدين بقى خرجت الفشه والكرشه اللي انا مسوياهم يا بنات في الحله اللي انتم شايفينها دي، حطيتهم في صواني وهدخلهم الفرن ياخدوا معايا لون جميل وهنطلعهم. وما شاء الله. ايه رايكم في الاكل بقى؟ حطوا لايك لمنى لو الاكل بتاعهم منى عجبكم. وهنقدم الاكل بتاعنا بطريقه شيك وجميله جدا. هو كده بيعملوه يا بنات في المطاعم، دي اسمها حلويات المذبح. كشه وفرشه، كرشه وفشه، والممبار بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. ويا سيدي بقى لوز اللوز شايفين ما شاء الله. زي ما قلت لكم هيعبي معايا لما الرز يستوي، وهو عبى معايا زي ما انتم شايفينه. وبحمره بقى معايا لوز اللوز. ايه الجمال ده كله يا ام منى؟ يلا كلكم معزومين عندي يا كل متابعيني. وبكده الاكل بتاعنا يكون كله خلص، هنقدمه مع بعضنا زي ما انتم شايفينه ما شاء الله. هنا بقى انا قدمت لكم الاكل ونسيت ما اقدم لكم الكوارع، بس عايزه اقول لك ان الكوارع طلعت معايا خطيره. ده الممبار ودي الكرشه والفشه سويتهم لكي بالطريقه السعوديه ما شاء الله. جربوا الطريقه بتاعتهم منا وما تنسونيش في دعوه حلوه منكم. ودي اللي في الصينيه حلويات المذبح، اجمل حلويات مذبح عملتها لك ام منا. شيروا الفيديو، حطوا اللايك بالله عليكم مشاهده كامله، وانتظروني في فيديو جديد عند ام منا. اكلات مخبوزات حلويات كله عند ام منا في الدار. اترككم في حفظ الله وامنه ورعايته، مع الف سلامه. كل عام وانتم بخير.